يا مساء الفل عليكم. النهارده بامر الله هنعمل حواوشي بعجين او لحم بعجين زي ما بيقولوا، او حواوشي اسكندراني زي ما بيقولوا، مش اللي هو المصري اللي هو بيتعمل بعجينه ما بيتعملش بالعيش. المقادير معايا هنا، انا معايا كوبايه كبيره جدا من الدقيق، دي بتعادل مثلا كوبايتين من العجين اللي احنا بنستعملهم على طول. ومعايا ميه، طبعا الميه مش هقولك معيار معين علشان الميه بتختلف من دقيق للتاني. انا هلمها بالميه لحد ما تلم معايا وهقولك اخدت قد ايه، لان برضو الدقيق يعني يعتبر عشوائي، كل حاجه يعتبر عشوائي. انت بس بتحطي الدقيق الاول وبعد كده تعايري الميه واحده واحده لحد ما تلم معاكي. بعد كده معايا هنا في الطبق دوت معلقتين صغيرين من السكر ونص معلقه من الملح، معايا كمان معلقتين صغيرين من الخميره. اول حاجه انا هعملها معايا، ومعايا كمان معلقتين من الزيت. اول حاجه هعملها ان انا هنزل بالدقيق، ولو عندك وقت حط الخميره والسكر على الميه وسيبيها عشان تختبريها تشوفيها شغاله ولا لا. بس انا هحط كله كده المواد الجافه مع بعضيها وهقلبهم الاول يوم تقليبه كده بايدك، واحط الميه وفي الاخر هلمهم بمعلقتين الزيت. تمام. الميه هنزلها تدريجي مش كلها مره واحده. هي العجينه بتاعتي كده بس، يعني هي عباره عن كده بس، مش هنحط اي حاجه تاني. هبدا ان انا المها واحده واحده لحد ما هوريكم القوام بتاعها. لميت العجينه كده معايا بالشكل دوت، زودتها كمان ربع كوبايه من الدقيق عشان المها بيها، واخدت معايا نص الميه، يعني احط الدقيق نص الميه، ولميتها بمعلقتين زيت بس، وهحط معلقه كمان على الوش ادهنها كده في الوش. يعني بصي العجينه بتبقى معاكي لحد ما يبقى الطبق معاكي نضيف بالشكل ده كده، بتفضلي تعجنيه لحد ما الطبق يبقى معاكي نضيف. بعد كده هغلفها بس بشويه زيت وهغطيها لحد ما تخمر معايا، لحد ما نروح نعمل خلطه الحواوشي. نيجي بقى على المقادير بتاعه الحواوشي نفسه. اول حاجه طبعا اساسي معانا اللحمه، انا معايا هنا نص كيلو، هعمل ربع كيلو بس عشان عايزه اعمل رغيفين 3 بالكتير، فانا مش هعمل غير ربع كيلو. تمام. عايزه تعملي الكميه كلها وتشيلي العجينه نفسها في الفريزر عادي مفيش اي مشكله. معايا هنا بقى 4 بصلات كده صغيرين، البصل دوت صغير مش كبير. هو العادي ان الحواوشي بيبقى مثلا معاكي نص كيلو لحمه هتعملي قصاده نص كيلو بصل، هتعملي ربع لحمه هتعملي قصاده ربع بصل كان تمام. والفلفل كذلك. معايا كمان هنا فلفل، والفلفل الاحمر بيبقى حلو جدا جدا في الحواوشي. معايا 50 جرام من الليه، تدي طعم تحفه تحفه تحفه، ولا تعرفي تسيبي منها حته كده عشان تحطها في الصينيه وانت بتسوي يبقى تمام قوي. ومعايا شويه بقدونس ده اختياري وممكن ما تحطوهوش خالص. هنا بقى معايا معلقه دقيق علشان تمتص الميه اللي هتنزل من البصل، ومعايا شويه كزبره. التوابل دي انا هحطها بتوابل بسيطه جدا، يعني بص ربع معلقه كده صغيره من كل حاجه، لان احنا معانا اساسا كيس خلطه حواوشي. فانا التوابل دي يعتبر انا حطها للخضار مش للحمه. انا حاطه هنا معايا معلقه كبيره من الدقيق، ونص معلقه من البيكنج باودر عشان تنفش لي اللحمه كده وتبقى حلوه، ربع معلقه يا دوب سنه صغيره جدا، اوعي تزودي من الملح علشان الخلطه بتاعه الحواوشي فيها ملح. ومعايا هنا ربع معلقه من توابل اللحمه، وربع معلقه من الكزبره، وربع معلقه من الفلفل الاسود. يبقى دي كده كل المكونات اللي انا هشتغل بيها. هعمل ايه؟ هضرب البصل والفلفل والبقدونس في الكبه، وكمان هفرم الليه برضو في الكبه. يبقى انا هفرم الليله دي كلها كده في الكبه، وهاجي عشان نخلطها على باقي المكونات. نزلت كله كده في الكبه، الليه والبصل والبقدونس المفروم، وكمان الفلفل، وممكن احط فص واحد بس توم. فرمتهم كده كله مع الليه مع كده، وهسيب منهم شويه علشان هعمل برضو منهم شويه مكرونه بشاميل كده. ومعايا اللحمه هنا، هنزل الخلطه بتاعتي دي كلها كده على اللحمه، وهنزل بالتوابل بسم الله ومعلقه الدقيق، وهنزل بنص الكيس بتاع خلطه الحواوشي دي. انا مش عارفه الحواوشي دوت تبع المقاطعه ولا ايه، بس هو موجود من زمان عامه يعني. هاخد بس نص الكيس عشان الكيس ده معمول له نص كيلو لحمه. تمام اهو خلطة حواوشي. لو تبع المقاطعة هبقى اقرا عن الكلام دوت، لو هو تبع المقاطعة يبقى نشتري خلطة حواوشي سايبة من عند العطار. تمام. هنزل عليها نص الكيس بس كده تمام جدا، وكل المكونات دي نزلت. هتعجنيها عجنا مبرحا، يعني بصي هتخليها كلها كده حته واحده. في ناس بتحط طماطم بس انا ما بحبهاش عشان هتخلي معاكي العجين او العيش يميمي، فبلاش منها. فانا دلوقتي هادعك كل الكلام ده كويس، ولو انت عايزه تزودي برغل زودي عادي مفيش اي مشكله، برضو بيديه اكتر. وكمان ممكن تحطي فول صويا برضو بيديه كميه اكبر. بس انا اكتفيت النهارده بس باللحمه وهعجنها زي ما قلت لك. والسر ان هو ده اللي بيخلي الحوش اللي بره رخيص، ان هو بيبقى كميه الخضار كتير. فانا دلوقتي هعجن كل الكلام ده دلوقتي مع بعض.
عجناها بالشكل دوت. طب دلوقتي انا بشتغل بيها على طول؟ طبعا لا، ما بنشتغلش بيها على طول، بنسيبها تتبل. يعني ممكن تسيبيها ليله كامله في التلاجة، تسيبيها ساعتين 3 ساعه حسب الوقت المتوفر معاكي تسيبيها. يا جماعه الوصفه يعني بصوا يعني مضمونه 100%. انا عايزه اقول لكم ان انا شغاله فيه، يعني بقالي اكتر من 5 6 سنين وانا شغاله فيه، فيعني خدوا الموضوع ثقه. كل اللي انا هعمله دلوقتي بقى هجيب فحمايه وهولعها وهطفيها في الحواوشي كده وهو ني، هيديكي بقى بعد كده طعم الفحم. تمام. هجيب بس فحمايه هولعها على البوتاجاز وهطفيها بشويه زيت في قلب العجينه دي. انا حطيت كده فحمه على الطبق اللي احنا كنا حاطين فيه التوابل، وهنزل شويه زيت كده. شايفين الدخان؟ هقوم مغطيه على طول وهسيبها بقى تشرب من الدخان ده. كده معايا العجينه خمرت اهيت. هنزل بقى الخمر بتاعها وهعملها دواير. لو انت عايزه تعملي الرغيف يعني طبقه تحت وطبقه فوق تمام. لو عايزه تعمليه نظام نص رغيف وتطبقيه على بعضه تمام. هنشوف دلوقتي هنعمل ايه مع بعض. انا هقسمها كور. هدهن ايدي بس دهنه زيت وهعملها كور واحطها على الصينيه هنا. قسمتهم كده على 4 وهبدا افرد كل واحده. هبدا ان انا افردها لحد ما ابططها خالص، اخليها رفيعه جدا جدا، يعني زي عجينة العيش كده. لو عندك نشابة اعمليها بنشابة كده. هفضل ارق فيها كده. ماشي ماشي يا عمال. بعد ما رقيتها بالشكل ده هحط عليها اللحم. شايفين اللحم بعد ما احنا سيبناه يتبل في التلاجة اهو. هتحطي بقى الطبقة اللي انت عايزاه تخين عايزاه رفيع عادي براحتك اللي انت عايزاه. انا هوزع عليها كده كمية من اللحمة. بصوا بقى انا هعمله نصاص عشان نعرف نمسكه بدل ما نقعد نقطع وكده. فانا هحط اللحمه على الطرف هنا واقسم عليها يعني واقفل عليها اطبق عليها الرغيف. تمام. بدل ما نفضل نحط طبقه فوق طبقه، يعني انت ممكن تملي الرغيف ده كله وتفردي واحده كمان زي كده وتغطي بيها، لكن انا هعمله نص عشان نعرف نمسكه. عملت النص. عايزه اقول لكم ريحه تتبيله اللحمه خطيره خطيره. سيبها مر. هجيب النص ده كده واقفله على النص ده، وانا سبت الاحراف هنا فاضيه علشان اعرف اقفل بيها بالشوكه. المرحله دي كمان تقدري ان انت تضيفي شويه جبنه موتزاريلا او ميكس جبن. انا هحط شويه جبنه موتزاريلا صغيرين جدا اهوت. بعد ما قسمته بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت على طول همسك الشوكه كده واعمل شكل كده، وممكن اتنيه على بعضه واعمل كده. تمام. هقفلها كلها بالشكل ده كده وهحطها في الصينيه مدهونه زيت وندخلها الفرن. هوريكم شكل كل اللي هعمله. انا كده عملت 4 ترغيفه. عملت 3 بالموتزاريلا مع الحواوشي يعني ومع واحد من غير. واتبقى معايا كمان حته العجين دي. انا عايزه اقول لكم سوبر توفير. زي ما قلت لكم احنا عاملين ربع كيلو بس لحمه، والرغيف ما شاء الله من ده يكفي 2. فيعني بصوا شايفين ما شاء الله الرغيف اكبر من كف ايدي. فعشان كده بقول لكم ان الحواوشي توفير التوفير. كمان لو اتعمل في رغيفه عيش هيعمل 10 رغيفه عيش. تمام. فاحنا دلوقتي هنعمل ايه؟ هجيب سكينه هبدأ اعمل فيه فتحات علشان ما ينفخش معايا قوي في الفرن ويبقى عجين من جوه، يعني ما ينفخش معايا والبخار يحتفظ بيه جوه. فانا هعمل فيه فتحات بالشكل ده كده اهو. هعمل في كله نفس الوضع. وجبت بضايه وحطيت عليها شويه فلفل اسود وهدهن بيها الوش. لو انت عندك لبن هتديني بيه الوش هيبقى احسن من البيض، لان البيض شكله بيظهر شويه. مش عايزه تحط عليه حاجه خالص تمام. عندك بقى سمسم عندك حبه بركه حط عليه، بس انا ما عنديش فمش مشكله فمش هحط. تمام. هدهنه بس بالفرشه وادخله الفرن ساخن. دهنته كله بالشكل ده وهدخله الفرن واوريه لكم اول ما يستوي. اول ما ياخد لون من تحت اولع عليه الشوايه شويه وبعد كده اطلعه ونشوفه سوا. كده طلع من الفرن اهوت الحواوشي. ريحته قلب الدنيا خطيره بجد. شايفين التحميره ديت؟ انا عملتها بعد ما ولعت الشوايه. هعمل ايه دلوقتي؟ هو لسه طالع من الفرن. هرش عليه بخاخه ميه كده وهغطيه شويه عشان يطرى شويه. تعالوا بقى شوفوا الجمال ده معايا. انا بصوا انا بصراحه ما غطيتوش، يعني انا بحبه يبقى كده. يعني انت لو انت عايزاه بقى طري خالص غطيه، لكن بصوا هو كده حلو جدا يعني مقرمش وفي نفس الوقت طري اهو. تمام اهو. شايفين الربع كيلو عملنا منه ايه؟ يعني انا عامله بصوا عامله نص كيلو لحمه مفرومه، عامله صينيه المكرونه البشاميل دي، وعامله كمان الحواوشي ده، وكمان اتبقى منها حته. كل حاجه مليانه على فكره. انا هفتح لكم دلوقتي حواوشي هوريه لكم برده من جوه عشان ما تقولوش انا بكذب عليكم. كمان المكرونه برده مليانه لحمه من جوه. تمام. هنفتح واحد حواوشي وشايفين التسويه من تحت اهو. تسويته كلها زي العسل اهو. كله تسويه من فوق زي تحت
تعالوا بقى نشوفه من جوه. اهو كده شكل الحواوشي من جوه، شايفين مليان لحم ازاي. دي اللي فوق دي الموتزاريلا، سخن جدا بس اهو. طعمه رائع بجد زي اللي احنا بنجيبه من عند الحاتي اهو. جربوا بقى الطريقه، وان شاء الله برضو هنزل لكم طريقه البشاميل. مش عارفه بقى انزله قبلها ولا بعدها ولا بعد الحواوشي. شايفين بصوا اللحمه ماسكه نفسها، حلوه جدا، طعمه تحفه. جربوا الطريقه على ضمانتي. متنسوش بقى اللايك والاعجاب في القناه عشان يوصلكم مني كل جديد. السلام عليكم ورحمه الله.